تخيلوا معايا كده لو قلتلكم إن في كود سحري بيشغل تقريباً كل حاجة بنستخدمها في عالمنا الرقمي، من أول بحث جوجل لحد قائمة الأسماء في تليفوناتكم. كود بسيط جداً، لكنه قادر يلاقي معلومة واحدة وسط مليون معلومة في أقل من ثانية. إزاي؟ أهلاً بيكم في كود جيرني. النهاردة هنفك شفرة واحدة من أهم وأذكى الخوارزميات في التاريخ، البحث الثنائي. خلينا نبدأ التحدي ده سوا. قدامنا كتاب ضخم حرفياً مليون صفحة، والمطلوب نلاقي صفحة معينة. أول فكرة بتيجي في بال أي حد هي إيه؟ أكيد إننا نبدأ من صفحة واحد ونقلب ورقة ورقة. منطقي صح؟ بس يا ترى دي أحسن طريقة؟ الإجابة ببساطة هي لأ، وفي طريقة تانية أسرع بشكل لا يصدق. المقارنة هنا زي ما بيقولوا بين السماء والأرض. عندنا طريقتين: الطريقة البطيئة أو البحث الخطي، ودي اللي ممكن نعتبرها الطريقة التقليدية. وعندنا الطريقة الذكية، البحث الثنائي، اللي بتستخدم حيلة بسيطة جدا بتخليها توصل للهدف في لمح البصر. يلا بينا بقى نتعمق ونشوف الفرق ده بنفسنا. خلينا الأول نتكلم عن الطريقة اللي كلنا بنفكر فيها، البحث الخطي. هي فعلا الطريقة الواضحة والبديهية، لكن زي ما هنكتشف هي أبطأ طريقة ممكنة لحل مشكلة زي دي. البحث الخطي فكرته بسيطة قوي. بتمسك أول عنصر تسأل هو ده اللي بندور عليه؟ لأ. طيب اللي بعده؟ لأ. وهكذا بتفضل ماشي خطوة خطوة على كل العناصر بالترتيب لحد ما توصل للي عايزه أو تخلص القايمة كلها وما تلاقيهوش. في عالم البرمجة بنقيس كفاءة الخوارزميات بحاجة اسمها Big O Notation. ما تتخضوش من الاسم، هو ببساطة مقياس لأسوأ سيناريو ممكن يحصل. البحث الخطي المقياس بتاعه هو O of N. وده معناه إيه؟ معناه إن لو عندك مليون صفحة، في أسوأ الأحوال ممكن تحتاج تبص على المليون صفحة كلهم، مليون خطوة، وطبعاً ده بطيء جداً جداً. طيب، إيه هو السر اللي بيخلي البحث الثنائي عبقري وسريع بالشكل ده؟ هو كله قائم على شرط واحد بس، قاعدة بسيطة لو اتحققت بتغير كل قواعد اللعبة تماماً. الشرط السحري ده هو إن البيانات لازم تكون مترتبة بالظبط زي صفحات الكتاب اللي أرقامها مترتبة تصاعدياً. لو البيانات دي متلخبطة، البحث الثنائي ببساطة مش هيشتغل. الترتيب هو المفتاح. وطبعاً عشان نرتب البيانات دي في خوارزميات كتير متخصصة في الموضوع ده، زي الكويك سورت والميرج سورت. دي خطوة أساسية بتتعمل مرة واحدة في الأول، بس بعد ما بتتعمل بنقدر نستمتع بسرعة البحث الثنائي الخارقة دي مرات ومرات. تمام قوي. دلوقتي وصلنا لقلب الموضوع. إزاي بالظبط خوارزمية البحث الثنائي بتشتغل باستراتيجية فرق تسد أو الديفايد اند كونكر الشهيرة؟ الفكرة هنا عبقرية في بساطتها. أول حاجة بنروح للعنصر اللي في نص القايمة بالظبط. تاني حاجة بنقارنه باللي بندور عليه. لو مش هو بنسأل نفسنا هو اللي بندور عليه أكبر ولا أصغر من اللي في النص، وبناء على الإجابة بنتخلص من نص البيانات بالكامل في خطوة واحدة. وبعدين بنكرر نفس العملية دي على النص اللي فاضل، وهكذا. هي دي الزتونة كلها. الجملة دي بتلخص قوة البحث الثنائي. كل مقارنة واحدة بنعملها بنرمي 50% من الاحتمالات الباقية. دي قوة لا يستهان بيها أبداً. طيب، كلام نظري كتير. تعالوا نشوف مثال عملي عشان الصورة توضح. عندنا مصفوفة الأرقام المرتبة دي، وهدفنا نلاقي رقم 17. بنبدأ بتحديد مساحة البحث بتاعتنا، مؤشر لو عند أول عنصر ومؤشر هاي عند آخر عنصر. دلوقتي نحسب العنصر اللي في النص بالظبط، اللي هو في حالتنا رقم 11. وهنسأل نفسنا، هل 11 هي 17؟ لأ. طيب، هل ال17 اللي بندور عليها أكبر من 11؟ أيوة. وبما إن القايمة مترتبة، فده معناه إن هدفنا مستحيل يكون موجود في أي مكان قبل ال11. عشان كده بنرمي النص الشمالي ده كله في الزبالة، وبنحرك مؤشر اللو عشان مساحة البحث الجديدة بتاعتنا تصغر للنص. دلوقتي بنكرر العملية على الجزء الجديد، والعنصر اللي في النص المرة دي هو 29. وهنسأل تاني، هل 29 هي 17؟ لأ. طيب، هل 17 أصغر من 29؟ أيوة. يبقى هدفنا أكيد موجود في النص الشمالي من الجزء الصغير ده. فبنستبعد كل حاجة على اليمين ونحرك مؤشر الهاي. ودلوقتي مساحة البحث بتاعتنا ما فاضلش فيها غير عنصر واحد بس، 17. وبكده لقينا هدفنا. شوفوا، إحنا عملنا 3 خطوات بس عشان نوصله. لو كنا استخدمنا البحث الخطي كنا هنحتاج 5 خطوات. وهنا بقى بتظهر القوة الحقيقية للخوارزمية. الفرق في الأداء مش مجرد فرق بسيط، لأ ده فرق خرافي بيكبر بشكل مهول كل ما البيانات بتزيد.
بصوا على الأرقام دي كويس. دي بتلخص القوة الجبارة للبحث الثنائي. نرجع لمثال المليون صفحة بتاعنا. البحث الخطي في أسوأ سيناريو هيحتاج 1,000,000 خطوة. طيب والبحث الثنائي هيحتاج حوالي 20 خطوة بس. متخيلين الفرق؟ من 1,000,000 ل20. ده مش مجرد أسرع، ده عالم تاني خالص من الكفاءة. هي دي قوة ال O of log n. التفسير الرياضي للموضوع ده بسيط جدا على فكرة. مع كل خطوة بنعملها إحنا بنقسم عدد العناصر اللي باقية على 2. فكأننا بنسأل نفسنا محتاجين نقسم 1,000,000 على 2 كم مرة ورا بعض عشان نوصل في الآخر لعنصر واحد بس؟ الإجابة هي حوالي 20 مرة، وهو ده اللوغاريتم. جميل جدا، بس السؤال المهم، الكلام النظري الجامد ده موجود فين في حياتنا اليومية؟ والإجابة المفاجأة، موجود في كل حتة تقريبا. فكروا فيها كده، لما بتبحثوا عن اسم في قائمة الأسماء في التليفون ويظهر في لحظة، ده بفضل البحث الثنائي. لما قاعدة بيانات ضخمة في جوجل أو فيسبوك بتلاقي معلومة تخصكم في جزء من الثانية، ده البحث الثنائي. حتى خاصية الإكمال التلقائي أو الأوتو كومبليت اللي بتقترح عليكم كلمات وانتوا بتكتبوا بتستخدم نفس المبدأ. البحث الثنائي هو البطل المجهول اللي بيخلي التكنولوجيا بتاعتنا سريعة وفعالة بالشكل ده. النقطة المهمة اللي عايزين نختم بيها هي إن المبدأ نفسه، مبدأ فرق تسد ده، هو طريقة تفكير قوية جدا لحل المشاكل، مش بس في البرمجة. والسؤال دلوقتي ليكم، بعد ما فهمنا طريقة عمل الخوارزمية، يا ترى بنشوف تطبيق للمبدأ ده فين تاني حوالينا بعيداً عن الكود خالص؟ مستنيين نشوف إجاباتكم وأفكاركم الإبداعية في التعليقات.